السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده يا بنات زي ما قلت لكم في البث بتاع امبارح ان انا هخلص البث وهبدأ على طول في طريقة البسكوت، يعني هعمل البسكوت هنا يا بنات. يعني كل سنة يا رب وانتم طيبين كده، وينعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب ويفرح قلبكم ويسعدكم دايما. هنا هعمل مقدار 30 بيضة علشان العيال ما شاء الله اللهم بارك، ويعني يدوب علينا ال 30 بيضة. هنا أول حاجة بدأت أنخل الطحين للناس اللي من خارج مصر، بدأت أنخل الطحين، وللمصريين بدأت أحلل الدقيق. يا رب تكونوا فاهميني. حللت ال7 كيلو دقيق، يعني المقدار اللي أنا بعمل ده 30 بيضة. خد معايا 7 كيلو ونص دقيق فينو، دقيق دهب يا بنات، أنظف نوع لجميع الأغراض. هو ده اللي جبته وعملت بيه دقيق قياس يعني دهب. حللت الكمية كلها أو نخلت كمية الدقيق كلها. وبعد كده ان شاء الله بعد ما هنخل الدقيق كله او بعد ما احلل الدقيق كله هنزل بالنشادر في الدقيق. النشادر هيبقى يعني الكمية بتاعت النشادر مش بالوجية، بالمعلقة. 7 معالق ونص نشادر، 7 معالق هرمية، يعني زي الهرم، المعلقة تبقى زي الهرم، 7 ونص نشادر، 7 معالق ونص نشادر. برضو هنزل عليهم بعد يعني هحطهم في الدقيق واقلبهم. و3 اكياس بيكنج باودر او كيك شيف، المتاح معاكي الاتنين حلوين. انا عملت بيكنج باودر، واللي عنده كيك شيف يعمل بيه عادي، مفيش اي مشكلة. ان شاء الله الاتنين هيطلعوا زي العسل. هنا خلصت الكمية كلها، طحنت يعني قصدي حللت الكمية كلها او نخلتها كلها. وهنا نزلت عليهم بكمية النشادر. شوفوا يعني حتى لو هتعدوا هتلاقيني حطيت 7 معالق نشادر. اشتريت ب15 جنيه نشادر من عند العطار. بس لو انتوا هتعملوا كمية ال30 بيضة، طريقة ال30 بيضة، هاتوا ب10 جنيه بس. انا جبت ب15 واتبقى شوية اللي انا ركنتهم ماشي. وبرضو عملت هنا كنت بنزل بالبيكنج باودر، يعني بنزل بالبيكنج باودر على برضو كل المواد الجافة اللي هو الدقيق والنشادر والبيكنج باودر، كلهم بحطهم على بعض. وبعد كده وهيبقى معايا كيلو لبن وشوية مية، يعني حوالي كوباية مية او كوباية ونص مية بس. وبعد كده السمنة كيلو ونص يعني. عملت انا بسمنة كريستال اللي هي ايه الزبدة الصفراء. سيحت كيلو ونص ولغاية ما بردوا كده، ويعني بيجوا زي دمع العين. بعد رحت يعني هتشوفوا دلوقتي معايا خطوة بخطوة كل حاجة. هنا كنت بقلب الدقيق او الطحين مع النشادر والبيكنج باودر وكله بخلطه في بعضه، علشان لما بعد كده هعمل البيض والسكر. برضو في ناس بتقول ان هي بتحط السكر واللبن على النار. لا، ما انا مش بعمل كده. انا بحط السكر في الخلاط، كيسين سكر، 2 كيلو سكر. السكر في الخلاط يعني نص كيس، كل يعني على 4 مرات نص كيس، ومعاهم شوية بيض، نص كيس ومعاهم شوية بيض، معاهم يعني كم بيض على حسب يعني ما تقسموا. بس قعدت بقى ايه اعمل اكسر البيض كده فوق السكر لغايه ما الخلاط تتملى، يعني الوسط لغايه ما بيجي وسط كده. ونزلت عليه بالفانيليا. معايا كام يعني باكو فانيليا، 30 باكو فانيليا. كل بيضة ليها كيس فانيليا عشان الزفارة يا بنات، عشان الزفارة 30 باكو فانيليا. مش هينفع تحطوا الفانيليا السايلة ابدا، مش هتنفع، هتبوظ الدنيا. لازم في البسكوت تحطوا الفانيليا البودرة اللي زي اللي انا مستعملها دي، الفانيليا العادية اللي عندنا بس. نزلت بقى بجيت يعني اعمل بيض 10 او ممكن يعني اكتر او اقل، ما عدتش. بس انا كنت ايه بالبركة، يعني شغالة كله بالبركة. وهنشوفوا بعد كده النتيجة ان شاء الله هتطلع ايه معانا كده. وربنا يا رب ييسر الحال ويرضينا فيهم يا رب بإذن الله. طبعا الخبيز يا بنات تعب ومشقة زي ما انتوا عارفين، تعب وسهرنا والله العظيم. يعني انا بسجل لكم الفيديو دلوقتي الساعة 5 الفجر، يعني لسه الفجر مقدن. اثناء ما احنا كنا بنعمله بندوروا البسكوت، المكنة بتاعت البسكوت، وكان باقي خلاص يعني ربع ساعة
يعني على الامساك بتاع الفجر، وكنا مجهزين الاكل، يعني عملنا جبنه وعملنا بيض وكده. فكنت اقول لهم استنوا طب لما نخلص، كنت مذنبه قلت لهم مش هنسحر غير لما تخلصوا. راحوا قال لا ده باقي ربع ساعه مش هينفع نقعدوا. سكتنا كده عن يعني البسكوت حوالي كده 5 دقايق الاكل، ورجعنا كملت. كان باقي صاج واحد بس. هنا بدأت بقى ايه اضربه في الخلاط. اللي عنده مضرب تمام، يعني اي حاجة تمام، كل حاجة يعني شغالة مفيش مشكلة. والخلاط برضو نعمة كبيرة من عند ربنا برضو. انجز معايا و... ويعني وعملتهم كلهم. عملت كمية البيض مع السكر كله وكله. بقيت انزل يعني اخلص يعني ملو الخلاط ده واملاه بيض وسكر وحطيت برضو ريحة برتقان او طعم برتقان. في موز برضو شغال، بس احنا ايه اللي لقيناه عند العطار اللي هو البرتقان فجبناه. حطيت برضو ايه جزازتين في، يعني في كل شويه مع البيض بحط يعني شويه لغايه ايه ما ريحه زفره البيض، عشان البيض البلدي بيبقى زفر قوي زي ما انتوا عارفين. بالنسبه للناس اللي عندها بيض بلدي يعني تزود 5 بيضات تاني، 5 بيضات بس، عشان البيض الزراعي كبير. فهو يعني مثلا مقدار 30 بيضة بالبيض الزراعي، بالبيض البلدي خلوها 35 بيضة بس. فهنا بقى قعدت انزل بقى بالكمية بتاعت السكر الباقية وباقي البيض برضو، ولسه معانا كيس تاني بس. فبرضو ايه بقيت اعمل كده. يعني في حاجات صورتها لكم، يعني المفيد صورت المفيد ويعني الباقي كنت ايه مش قوي، وما كانش فيه تركيز والله. كانوا العيال خاربين الدنيا ومهيجين، وكانت الدنيا مدعوكة خالص. والبت الصغيرة وانا بعمل الدقيق انا فاتحة الكيس ومحضراه علشان احلله، راحت وقعتهولي في الارض والله. فالارض اتدعكت خالص، اتملت كلها دقيق، والبطانيه اتغرقت دقيق وايه، والصلاه باظت خلاص. هنا كنت بحط ايه ريحه البرتقال دي زي ما قلت لكم، او زي ما انتوا لو عندكم موز ماشي، ريحه موز ماشي. المهم اي حاجه ايه يعني تمشي الزفاره بتاعه البيض بس. ضربت برضو كله في الخلاط، برضو الخلاط نفعني خالص. بسم الله ما شاء الله، يعني كويس الخلاط الله اكبر. يعني ايه انجز معايا. الناس كلها بتعمل بالخلاطات، اللي عايز يعمل بالمضرب يعمل عادي ما فيش اي مشكلة. كل حاجة بتنفع، ما فيش حاجة بتنفع ما بتنفعش. ده هي قلة الحاجة هي اللي بتحير الانسان يعني. الحمد لله على كل حال، والحمد لله دائما وابدا. وان شاء الله ربنا يا رب يرضينا فيهم باذن الله. طبعا في البدايه، بس بعد كده باذن الله يعني ايه هتشوفوا النتيجه وهتعجبكم ان شاء الله، واعتمدوها الطريقه دي اللي انا بقول عليها. بس هنا كنت قلت للبت خلاص ما تصوريش يعني كل اللي انا بعمله في الخلاط وفي البيض والسكر، عشان الناس ما تملش، عشان الفيديو يعني ما يطولش عليكم، عشان ايه مش عايزه اي حد يحس يعني بملل بس. هنا كنت بنزل بباقي كمية البيض وباقي السكر، وخلاص جربت اخلص الخلط. معذرة يا بنات شنكت والله، ووقفت الفيديو ورجعت لكم تاني. هنا بقى نزلت بالبيض اللي فيه يعني السكر والبيض وطبعا والفانيليا اللي حطيتها فيه. حطيت 30 باكو فانيليا، وحطيت ريحة الموز. ونزلت بعد كده على الدقيق، بقيت ايه الف العجين العجين بلفه لف، علشان عجين البسكوت ما بيتعجنش يعني ايه زي عجين العيش، فبلف لف طبعا. وبعد كده ايه يعني قدامكم كده عشان ايديا وكده ما تبانش، انا بس قدامكم كده بوريكم يعني طريقة اللف طريقة عجين البسكوت. وبعد كده باذن الله يعني من ورا الكاميرا هاخد راحتي اكتر بس. فخلاص كده قعدت الف قدامكم. يعني نزلت بالكميه كلها زي ما قلت لكم، وقعدت الف قدامكم. بس هو كان عايز يعني لسه ما نزلتش باللبن، اللبن لسه ما نزلتش بيه ولا نزلت. لازم تحطوا بنات ميه، علشان الميه بتخليه ايه حلو، يعني ما يبقاش لبن خالص وما يبقاش ميه خالص. يعني مثلا كوبايتين كبار لبن، كوبايتين كبار اللي هي بتاعت العصير الكبيرة، كوبايتين كبار لبن وزيهم كوبايتين مية. بس انا بصراحة حطيت يعني كترت اللبن اكتر. حطيت كيلو لبن، وحطيت حوالي كوباية مية او كوباية ونص مية.
بس فما فيش حاجه يعني ما بتنفعش، كله بينفع. وبعد كده ايه نزلت بكيلو ونص السمنه بالتدريج، يعني كل شويه كده تحطي السمنه لغايه ما تلاقي الدقيق او العجين شرب السمنه، تروحي تحطي تاني، يعني يبقى كيلو ونص تسيحيهم وتوزنيهم بالظبط بالميزان علشان يطلع معاكي البسكوت مظبوط زي ما طلع معايا. شوفوا الدقيق يا بنات اللي في الارض ده، والبت الصغننه لؤلؤ وقعته. فيلا الحمد لله اللي جت على كده. كنت كنت كان معايا تاني السبعة ونص، يعني زي ما قلت لكم اللي هو مقدار ال15 ال30 بيضة، خدوا 7 كيلو دقيق ونص، بس يعني كان في اكتر من نص كيس يعني. فيعني الحكايه دي شالت دي في موضوع ايه الدقيق اللي شويه اللي كبوا دول، كان في شويه زياده في الكيس. هنا كنت بتاكد من العجينه، لقيتها بسم الله ما شاء الله عامله زي الملبن، جميله كويسه خالص. وبقيت ايه بعد كده، يعني انا كنت حاطه سمنه، فبقيت ايه املك فيه كده يعني لغايه ما السمنه كلها تروح، يعني السمنه تشرب في العجين. وباذن الله ان شاء الله هعمل قدامكم برضو كل حاجه. كنت هنا خلاص طبعا من ورا الكاميرا، قعدت خدت راحتي في العجين وخليته ايه زي ما انتم شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله. كده خلاص خلصت العجين، سبته شويه يرتاح، غطيته بالمصليه وسبته يرتاح. وبقيت ايه امي قاعده تدهن لي السجان، قلت لها انت تدهن السجان من ما اسيب ايه العجين يعني يرتاح. بس خلصنا، عملنا البتاع كله، السجان كلها عملناها. برضو يا بنات السجان ما ينفعش تدهنوها زيت، لازم تدهنوها سمنة. السمنة هتكون افضل، وهتكون يعني ايه هتديكم نتيجة حلوة خالص. بس امشوا يا بنات على الخطوات، يعني كل اللي بقول لكم عليها دي، وان شاء الله هتطلع معاكم نتيجة هتبهركم والله العظيم وتدعوا لي عليها. والله فعلا يعني طلع البسكوت يا بنات بسم الله ما شاء الله، طلع البسكوت والله العظيم زي العسل. هتشوفوه دلوقتي قدامكم، وكل حاجة مصورها لكم، وكل حاجة يعني ايه مصورة لكم خطوة بخطوة، يعني كل حاجة مصوراها. دهين السجان بالسمنة، ويعني ايه وفي الاخر يعني وانا برصه الفرن برضو هي مولع، وهو السجان في الفرن. كل حاجة يعني مصورها لكم، وكل حاجة ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. ربنا يا رب باذن الله يعود علينا وعليكم الايام بخير. هنا بقى لقيت امي دراعها، جت لي دراعي واجعني، رحت مسكت منها انا الفرشه بتاعت دهين السجان دي، وقعدت ادهن لغايه ما خلصت. يعني كميه السجان اللي قدامي كان قدامي 7 سجان. بس هو حلاوه البسكوت ان احنا ايه نخلصه، يعني يعني ندوره ونحطه في الفرن يستوي، يطلع نشيلوه من الصاج وندهنوه تاني ونعمله غيره. كانت الكميه بسم الله ما شاء الله كبيره خالص، اللهم بارك يا رب. باذن الله كده ان شاء الله ربنا يا رب كلكم يكرمكم يا رب، وتعملوا البسكوت ويطلع حلو معاكم باذن الله. بس فقعدت كده بسرعة بسرعة، كنت متحمسة خالص طبعا عشان الفيديو ده لحبايبي واخواتي. فعملته لكم بكل اتقان وبكل حب وبكل اخلاص، ويعني قلت لكم على الطريقة بما يرضي الله، والله العظيم ما فيش حاجة مخبيها عليكم خالص. قلت لكم الطريقة بالظبط يعني. بس برضو امي كانت قاعده بتدور لي شويه وبتساعدني، يا رب يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب. طبعا زي ما وعدناكم ان امي بنات هتغني لكم هتغني لكم يعني واحنا بنعمله، واحنا قعدنا نغنوا. كان نفسي والله اعمل الفيديو بصوت، يعني ما يعني ايه ما ركبش عليه صوت. وبرضو عملت في بدايه الفيديو، عملت من وانا بحلل بدات اعمل صوت على الفيديو نفسه، يعني مباشر يعني مش اركب عليه صوت. بس بصراحة العيال خربوا الدنيا وخلوني انفعلت لما كبوا الدقيق، واللي قاعد لي في وشي وانا بحلل في الدقيق، والدقيق رايح عليه وعلى هدومه وعلى شعره وكده. فرحت قلت خلاص لا الغي الصوت، لازم الفيديو ده يتركب له صوت تاني، علشان مش هينفع العيال هيخلونا انفعل وانا على اعصابي وخايفه لحسن يبوظ مني. يعني طبعا اي حد بيبقى بيعمل حاجه زي كده بيبقى ايه زي ما انتم عارفين يا بنات متوتر ومتعصب. فكنت ايه كانت اعصابي مشدوده، رحت قلت لا خلاص انا يعني هركب عليه صوت بعدين. بس فهنا كنت اول حاجه بجرب يعني اول عجينه البتاع الجمع البلاستيك ده يا بنات، مش بتاع المكنه ليها زي مواس اللي هي فرم من نجمه، اللي مش عارفه يعني في كده كام فرمه، فانا مش بحبهم خالص. انا بحب الفرمه بتاعت اسمه ايه الجمع ده.
فاشتريتها. فطبعا عشان انا غسلت الجمع وغسل المكنه وكل حاجه، بس عشان اول مره ننزله العجين، فكان بيطلع لي يعني ايه حاجات سودة في اول حته عجينه. رحت اديتها اللؤلؤ تلعب بيها، وبعد كده اعتمدت خلاص يعني. لقيت النتيجه طالعه لي حلوه ما شاء الله، والقوام اللي انا عايزاه وكده. فاتبسطت بالعجينه يعني، وخلاص. وبدات باذن الله اقطعه وارصه على الصاجين زي ما انتم شايفين، ابل ايديا من السمنه، واقطع واحط على الصاجين لغايه اخر صاج. الحمد لله انا قطعته كله. كان ياسين بيدور لي، وامي برضو كانت حاطه ايدها في العجينه تنزلها لتحت في المكنه، وعملناهم وطلعوا والله العظيم بسم الله ما شاء الله هتشوفوهم. غني له ماما اغنيه البسكوت، اغني قصدي الخبيث ده. وان شاء الله ربنا يا رب يجعل دايما يا رب بيوتكم عامره بالافراح، وتغبزوا لعيالكم والعيال عيالكم بناتكم والاولادكم والحبايبكم يا رب ان شاء الله. وربنا ما يحرم حد من الفرحه ابدا، وينعاد علينا وعليكم يا رب الايام بخير. بس فامي كانت بتحب يعني، احنا عملنا واحنا بنعملوا البسكوت زي ما قلت لكم قعدنا نغنوا. بس العيال برضو كانوا ايه خاربين الدنيا، اللي عايز يدور واللي عايز يقطع واللي عايز عجينه واللي عايز يدهن السجان، وكله اشترك فيه. كله اشترك يعني في موضوع البسكوت ده. حتى لؤلؤ خليناها لما زهقنا منها خليناها تعمل لنا السجان، تدهن لنا السجان. ايوه بالسمنه. ايوه بالسمنه مش بالزيت. بس فالحمد لله. يلا يما غني لهم كده. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي، سلم عليهم كل سنه يا رب. ودينا عملنا لكم البسكوت اهو، البسكوت الحلو عملناه اهو. يا رب تعجبكم ويا الطريقه، رب تعجبكم الطريقه، وان شاء الله خلوها معاكم واعملوا بها على طول طريقه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عسل. وربنا يديكم الصحه يا رب، وانتم شاطرين اشطر منينا يعني. ده احنا باتكال على الله والله، احنا اتكلنا على الله وبالبركه وربنا ساعدنا. الحمد لله. يلا يا لؤلؤ يلا يا بسكاويت، يا احنا، يا كحك العيد، يا احنا، يا سمن سايح، يا احنا، جوه السفايح، يا احنا، يا عود نعناع، يا احنا، عند البياع، يا احنا، يا مهلبيه، يا احنا، جوه الصينيه، يا احنا، يا شرباتات، يا احنا، في الكوبايات، يا احنا، يا بس يا ايه تاني يا كحك العيد، نعمة يا غريبة، نعمة يا غريبة، نعمة يا غريبة، يا بتحت الناس الطيبة، نعمة يا غريبة، نعمة يا غريبة، نعمة يا غريبة، يا بتحت الناس الطيبة، يا بتاعت الناس الطيبة، يا بسكاويت، يا احنا، يا كحك العيد، يا احنا، يا سمن سايح، يا احنا، جوه السفايح، يا احنا، يا شرباتات، يا احنا، في الكوبايات، يا احنا، يا مهلبية، يا احنا، جوه الصينية، يا احنا، يا عود نعناع، يا احنا، عند البياع، يا احنا، يا عود ملوخية، يا احنا، على العربية، يا احنا، يا شرباتات، يا احنا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، تعيشوا كل سنة وتعيشوا وتغبزوا. الأغنية ايه اغنية ايه تاني يا لؤلؤ؟ بس يا بنات كده قعدت اقطع في الكمية بتاعت قطعت يلا البسكوت. الفرحة بتاعت خبز العيد يا جماعة، الفرحة بتاعت خبز العيد والله. وكان يعني كان لي كده فرحة حلوة. هنا ولعت الفرن، وأول حاجة قلت أجرب أول صاج علشان لو ما عجبنيش يعني إيه أظبطه، مثلا لو عايز مية اديله، عايز سمنة اديله. بس فكده ولعتها وكنت وجربت جربت يعني حطيت صاج، ولقيته بسم الله ما شاء الله طالع مرسوم رسمي، يعني كأنه مرسوم رسمي. بسم الله اللهم بارك، جميل طلع خالص. والله العظيم يعني يعني هو ايوه تعب وكده، والعيال تعبونا، بس ليه فرحه والله العظيم، ليه فرحه. وطبعا حاجه البيت احسن بكتير من حاجه بره، لان عمل كميه كبيره بسم الله ما شاء الله. لكن اللي بيتباع جاهز بره شويه في علبه، لو كيلو شويه في علبه، وبسعر اللي انا عملته كله. انا بصراحه حبيت اعمل كتير علشان عيالي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يكفيهم يعني. ويعني ايه ما يبقاش يعني ما يبقوش عايزين حاجه ولا يبصوا لحاجه حد ولا اي حاجه. بس يا حبايبي سجلت لكم الفيديو دوا بعد الفجر على طول.
يعني اتسحرنا وشربنا ميه وكلنا شاي ببسكوت. وهنا كنت بوريكم شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله طلع حلو، اللهم بارك، الحمد لله. عقبال يا رب باقي الخبيز باذن الله، باقينا هنعمله كحك باذن الله، وهنعمله جرس فايش باذن الله، بالدفور، وهنعمله بدفور باذن الله. يعني ان شاء الله لو ربنا يعني ان شاء الله ييسر لنا كده باذن الله هنعمل كل حاجه، عشان العيال نفسهم في كل حاجه. انتوا عارفين طبعا اللي معاه عيال ربنا يخلي لنا ويخلي لكم يا رب، بيبقوا نفسهم في كل حاجه. فان شاء الله نقدروا نعمله باذن الله، يعني ربنا يا رب معانا ونقدروا نعمله يا رب باقي الخبيز باذن الله. هو تكلفه وكل حاجه، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله يا رب، وينعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وتعيشوا كده لكل سنه، وتفضلوا دايما يا رب منورين حياتي ومعايا دايما. ربنا ما يحرمني منكم، ولا يا رب كده يبعد حد عني ابدا في القناه. اخواتي وحبايبي فوق راسي من فوق. طبعا بشكركم جميعا على وقفتكم معايا في القناه، والقناه مش هتكبر غير بيكم ان شاء الله. هنا كنت بوريكم برضو، يعني كنت خلاص جربت اخلص وبعد كده هصور لكم يعني المنظر بعد ما استوى ان شاء الله، هتشوفوه ان شاء الله. يا رب يعجبكم باذن الله، وتعتمدوا الطريقه اللي انا قلت لكم عليها. واي حد عايز الطريقه يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليكم عادي خالص. احنا اخوات وكلنا اخوات وحبايب، ويعني ايه ما كترناش على بعضينا زي ما بيقولوا. هنا لؤلؤ بتوريكم البسكوت كان عاجبها خالص، كانت بتاكل وبتوريكم، يعني قسمت لكم ايه، بتوريكم شكله عامل ازاي. كنت بحط صاجين في الفرن، صاجين وبعد كده يستوى واشيلهم واحط غيرهم. وهنا برضو صورت لكم هو في الفرن كده صاجين عشان ما شالتش 4. وبصوا من كل ناحيه صورت لكم زي ما وعدتكم، وهو طلع يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، تبارك الله. كده كنت بوريه لكم، كسرت بسكوتايه يعني، وبوريكم ناعم ازاي، ناعم خالص. ويعني جربناه كمان في الشاي، طلع يعني ما بيستحملش، بيدوب بسرعه خالص. كان جميل. وكده بقول لكم خلاص كده، يعني شوفوا الكميه ما شاء الله كتيره خالص. وخلاص كده الفيديو خلص، واشوفكم فيديو تاني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.